السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة جميلة جدا، وهي طواجن المكرونة باللحمة المفرومة. طبعا اكلة حلوة جدا واكيد كلنا بنحبها. بدل ما تشتروها من بره هتعرفوا طريقتها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس مش انا اللي هعملها لكم، في قناة حلوة جدا معايا النهاردة، ضيفة عندي على القناة، وهي قناة صعيدية متنوعة. هي اللي هتقدم لكم الوصفة، وهتعرفوا ازاي هي عملتها بكل سهولة. طبعا انتوا عارفين ان الصعيد بيشتهر باكلاته الجميلة، وعندها في قناتها اكلات حلوة جدا وافكار كتير قوي هتعجبكم. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو بتاعها ان شاء الله، تشوفوا الوصفة كاملة من اولها لحد الاخر. بس اتمنى منكم ان انتوا تزوروها وتشتركوا عندها وتكتبوا لها تعليقات حلوة زيكم، وتقولوا لها ان انتوا جايين من عند ام حفصة، عايزين ندعمها يا بنات ونشجعها. هي قناة مبتدئة بس بصراحة شاطرة جدا وبتعجبني قوي. وان شاء الله اسيبكم بقى دلوقتي مع الفيديو بتاعها، وما تنسوش تزوروها، وهسيب لكم لينك قناتها في تعليق مثبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهارده جبنا لكم نعمل معاكم طريقة طاجن المكرونة باللحمة. طبعا احنا عصقنا اللحمة وحطينا عليها عصير طماطم، وهقلبهم كويس كده مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة خالص زي اللي بنشتريه من بره، وده كمان احسن منه في الطعم، وهيبقى مفيد لينا. نبقى عارفين ان الحاجات اللي احنا حاطينها فيها مفيد اكتر من اللي بنشتريه من بره. زي ما انتم شايفين معايا كده اللحمة الخلطة بتاعتنا يعتبر استوت معانا اهي. الطريقة زي ما قلت لكم سهلة واحسن من اللي بنشتريه من بره. ريحتها حلوة خالص على فكرة الخلطة دي. كده الخلطة بتاعتنا استوت معانا. هتجهز طبعا في الطاجن، هدهنه كويس. فيها بدأ ندهن الطاجن بتاعنا كويس اهو. طبعا انا مجهز المكرونة وسلقاها. طبعا سلق المكرونة نص سلقة، وحطيت عليها كمية من البشاميل. طبعا اهي الخلطة بتاعتنا جهزت معانا كده. احط زي ما انتم شايفين، احطها اول حاجة الخلطة، عشان طبعا احنا نطلع هنقليهم فالخلطة تبقى من فوق يعني. زي ما انتم شايفين كده. وزعها كويس في الطاجن علشان تتوزع المكرونة برضو كويس يعني. واحنا مولعين الفرن طبعا مجهزينه. اهو زي ما انتم شايفين كده الطاجن بتاعنا يعني بياخد الكمية اللازمة من الخلطة او من اللحمة المعصجة. ودي المكرونة المسلوقة بتاعتنا هنا، سلقينها نص سلقة. هبدأ انزل بيها على الخلطة وعلى في الطاجن يعني زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة وبسيطة واحسن من اللي بنشتري من بره يعني، ومفيد لينا اكتر. اهو بحط التاني على الطاجن التاني. طبعا اللي مشتري من بره ما نعرفش مصدره ايه، ما نعرفش مين اللي عمله، وما ده ضامنينه ان هو معانا في البيت واحنا اللي عملناه. اهو كده اسوي برضو المكرونة كويس على الطاجن.
دلوقتي هبدأ اجيب البشاميل طبعا اللي احنا مجهزينه، وانا نزلت طريقة عمل البشاميل برضو. هجيب البشاميل واحطه على الوش زي ما انتم شايفين كده. حطيت على الطاجن الاول اهو بشاميل، احط على الطاجن التاني، واسويه كويس، يعني افرد البشاميل كويس على الطاجن عشان يتوزع على المكرونة. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا زي ما قلت لكم مجهز الفرن واخليه يسخن يعني علشان احط الطواجن بتاعتنا على طول. طواجن سهلة وبسيطة ومش تاخد منك وقت كتير. انا حطيتها في الفرن زي ما انتم شايفين معايا كده، هي شكلها وهي في الفرن، وده شكلها بعد ما استوت زي ما انتم شايفين معايا كده. هبدأ دلوقتي اقطعها معاكم واوريها لكم برضو. شكلها حلو خالص وتفتح النفس كده. دلوقتي جبت طبق عشان اوريكم. ابدا افكها كويس من على الجناب زي ما انتم شايفين معايا كده، افكها كويس يعني. احاول برضه ان هي ما خلاش تبوظ مني. انا بقى كده بفكها على الجناب عشان متلزقش معانا، عشان كده انا طبعا هقلبها. اهو انا شفت طريقة القلبة دي حلوة خالص ليها اهي. هقلبها طبعا على طبق يبقى مناسب للطاجن ان هو ينزل عليه، يبقى واخد المساحة بتاعته. هنشوف الشكل نجح معانا ولا. واو واو على الريحة، ريحة جنان. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ده انتوا احكموا، ده فعلا زي اللي بنشتريه من برا. طبقة شبهه يعني بالظبط، واحلى منه كتير، وطعمه احلى. شايفين الشكل بتاعه هو يعني زي اللي بنشتريه من برا، وده مضمون اكتر من اللي برا، واحلى من اكتر من اللي برا يعني. اهو شكله، شايفه شكله جميل خالص ازاي. وهو الشكل بتاعه فعلا حلو خالص وجميل، وكده مدينا الشكل حلو خالص كده الطاجن. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه بتاعتنا عجبتكم. ما تنسوناش، انتوا عارفين تنسونا في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.